إلا عند تقويم الشريعة وأداء حقوق المسلمين. فإن كنت تعلم أنه بقي لك شر تستطيع التمادي فيه والله خير كافٍ، إن كنت مضطر كما ذكرت فأقبل أنت ومن تبعك من مطير وغيرهم وأنتم في وجهي، وأمن الله على دماءكم جميعا، إلا ابن مشهور والرفدي والعنوز والشمامري وأهل بايض والعتبان الذين حدروا منا، فهؤلاء يأبى الله أن نؤمنهم، والباقون في وجهي أعطيهم أمان الله عن دمائهم. بعد ذلك كتب فيصل الدويش أيضا كتاب آخر إلى الملك عبد العزيز، لا داعي للإطالة فيه، إنما مما جاء فيه يقول: خطك وصل وما عرفت كان معلوم جميع. ثم قال ملحاق، دائما يلحقون الرسائل، يقول: بل خاطر سيرجع علينا، وإنه ما بقي لنا حيلة، وإنا مضطرين إليك، حنا سلمك الله بخلاف ذلك بحول الله وقوته، ولولا غلاك ورفقتك كان كل أمر نبيه مدرسينه وكل يجذبنا، وأي طريق نضربه ما لنا معارض فيه، ولكن مثل ما ذكرت غلاك ورفقتك ولا ودنا بمداخل الكفر، ويكون عندك معلوم ويتقرر في عقلك ولا تشك إني لولا بغضي للكفار ولا ودي أدخل حدر ولايتهم كان ما كزيت لك جميع مركوب، ولكن ما ودي في ذلك، وادري إني في ذلك صادق، ودر إني في ذلك صادق، ومعنى خطك اللي جاني منك في وفي ركابتي، وأن تخبرني ماني راعي وأن تخبرني ماني راعي مكر ولا تلوثات